أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. كثير هم من بحثوا عن السعادة وأفنوا حياتهم في البحث عن الحقيقة علهم أن يصلوا إلى مبتغاهم، ولكن قصتنا اليوم تتحدث عن شخص بدأ رحلة البحث عن الخالق منذ نعومة أظفاره. برنارد، الطفل الذي أمضى حياته باحثا عن إجابة لتساؤلاته، قضى وقتا من عمره وهو يبحث عن السؤال الكبير: هل لهذا الكون خالق؟ قادته تساؤلاته لرحلة طويلة وشاقة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، رحلة إلى الإسلام. جاب مدنا عدة عبر كل وسائل النقل البرية والبحرية، عاش أقسى لحظات الغربة، غربة النفس وغربة الروح. عاش بلا إيمان ففقد إحساسه بالاطمئنان، وشعر بوحشة عجيبة وخوف وحيرة وظلمة شديدة حتى رأى النور. هناك من موطنه في مرسيليا بفرنسا بدأت قصته. أذكر لما كنت صغيرا وبدأت أن أدرس في المدرسة يعني قد العمر 10 سنوات تقريبا. أما يبدأ الإنسان أن يميز الأشياء بعقله. كنت أنظر على الدنيا حولي ولا أستطيع أن أفهم إيش من أين أتي هذا كلها وإيش الهدف من آياتي. والله يا الإخوان يعني أذكر هذا يعني أسوأ وقت في حياتي. والأطفال يعني كلهم سعيد، الأطفال لما تنظر علي يعني كلهم سعيد، لكن أنا سبحان الله العظيم يعني الفطرة، تعرفون من الفطرة؟ هذا الأشياء أعطيت الله عز وجل لكل إنسان، وبهذا فطرة يبعث أن يريد أن يعرف أن الرب. فهذا فطرة كان موجود عندي وما أقبلت أن كما علمت في المدرسة أو في البيت. أنا عشت حياة الطفلة يعني حزين وخفت من كل شيء تقريبا، بين ما أعرف إيش الهدف من حياتي غير يعني الأكل والشرب في البيت واللعب مع الأطفال يعني، ليست الحياة في الحقيقة. بس سبحان الله العظيم يعني بحث وأنا صغير عمر 10 11 13 15 كنت أبحث في المدرسة، في الدروس، في التكنولوجيا، في الجيولوجيا، في الرياضة، في الرياضيات، في البيولوجيا. من أين أتت هذا كلها؟ وما في أحد يعني في النظام اللي عندنا في فرنسا جاوبتني في شيء. بس من خلق هذا كلها؟ لا نتكلم في هذا. وأنا كنت صغير أخاف أن أسأل السؤال هذا الكبير: من أين أتيت هذا؟ ولا دورت في المكاتب واشتريت كتاب صغير بفلوسي، الكون. فاستمرت يعني عمره شبابي بهذا عيش الصعب. وتعرف الشباب ما عندهم مشاكل كثير وما يستطيع يميزوا الطيب والخبيث إذا ما يعلموا. وأنا تمام ما عرفت ما هو الطيب وما هو الخبيث. فدخلت نفسي في مشاكل كثير بأن أبحث عن السعادة في مكان غير مناسب. بس كل إنسان يريد أن يكون سعيد في حياته، بس إذا ما عنده المنويات يحتاج حتى يكون سعيد يدخل في كل مشاكل، بأن يكون لعبة الشيطان بسهولة. فأنا كنت مثل هذا إنسان دعا نفسه، ما عرف الطريق وما عرف كيف يخرج نفسي من المشاكل اللي يكون فيها.
فجاء لي فرصة أن أدرس في خارج فرنسا. وطبعا هذا كانت درست يعني فرصة أدرس في أمريكا. سافر برنارد إلى أمريكا ليتعلم الفنون هناك، وبدأت حياته تأخذ منحا آخر، حيث كان يبحث عن السعادة، عله يجدها في الملهيات وحياة المجون، علها تسرق شيئا من همومه. بدأ الصراع يشتد في نفسه، هل ينهي حياته أم هناك جواب لتساؤلاته؟ لقد وجد تناقضا كبيرا بين ما تعلمه وتربى عليه وبين ما يقوده إليه فكره وقلبه وعقله وفطرته. أنا لا أؤمن بالله وباليوم الآخر ولا الأنبياء، والدين هو يعني مخادرات الشعوب كما علمت في البيت. وصعب الإنسان إذا ركبوا على عقله أفكار مثل هذا كيف يعيش، يعني كيف يعيش سعيد؟ ولا ما كنت سعيد، عمره 21 22 ما كنت سعيد. ايش الفائدة؟ ويوم من الأيام كنت جالس في البيت، سبحان الله العظيم، جاء يعني كذا مفتاح، فكرة، سفر، اطلب من الخالق إذا موجود خليه يفتح لك الباب. فعجبني الفكر هذا، تركت الدراسة، تركت العمل، أخذ يعني شنطة معي، والهدف وصل إلى يعني شرق الولايات المتحدة في نيويورك. وبالسفر هذا بالسيارة بالبسط، الهدف سألت قبل خرجت من البيت، يا الخلق إذا أنت موجود وريني، علمني، أعطيني شيء. أستغفر الله. وبعد التنقل الطويل من مدينة لأخرى، كان يبحث برنارد عن إشارة ترشده إلى الخالق، يبحث عن أي شيء، أي علامة على الطريق، يريد أن يرى أي إشارة تقول له إنك على حق، ولكن لم تأتي أي إشارة. فخرج من البيت وسافرت من لوس أنجلوس إلى سانتا في إلى تكساس، إلى تقريبا وصلت إلى مدينة اسمه ميرتر بيتش، قرية صغيرة على شط البحر الأطلنطيكي. وقبل وصلت أنا كنت جالس في الباص عزين بأن طلبت من الخالق. بدأ أتفكر، وأنت الخالق إذا موجود وريني شيء، اثبت في نفسي في قلبي أنك موجود. ما رأيت، ما كنت أستطيع أن أفكر بالعيش يوم ثاني. فكر في نفسي هذا نهاية حياتي. تركت كل شيء من أجل الله، أن أعرف الخالق. وتقريبا بقي لي ساعتين ما جاء شيء. بدأت أبكي في الباص، بكاء سبحان الله العظيم، ما أستطيع أن أوقفه، ما أستطيع أن أرى شيء حوله. الباص يمشي وما يمشي لا أدري، وأنا يعني تعاطل الكرسي وابكي بكاء شديد، ما أستطيع أن أوقف، لا أستطيع أن أتنفس. نزلت من الباص، احنا كنا على شط البحر، نزلت هنا وكان حول تقريبا المغرب. نزلت الشمس خلفي، نزلت هنا، جلست ونمت إلى يوم ثاني. طلع الشمس ضرب وجهي، ومن الحرارة هذا قمت، فتح عيوني وجلست انظر على البر. وجاء شيء في عقلي وفي صدري عجيب، آمنت بالخالق بيقين، عرفت أنك خالق. ودورت يعني وجهي للسماء وشكرت الخالق. من فين جاء هذا لا أدري، مو من عندي، في شيء دخل في قلبي وتمت الغلغلة اللي كان في صدري تماما. فتح صدري يعني شيء عجيب، الحزن والهم والرم اللي كانت داخل قلبي راح. ولما فكرت انك خالق، عرفت انك خالق، ينظرني، يعرفوني واعرفه. اهم شيء
عرفوا أنه موجود. هذا كان أكبر يعني أكبر شيء في حياتي لما وصلت إلى إيمان بالخالق. عاد بعدها برنارد إلى منزله وتعرف على الدين النصراني وحاول أن يفهم العقيدة النصرانية، إلا أنه لم يستطع أن يتقبلها وكانت لديه تساؤلات حولها، فاختلف كثيرا مع القس في الكنيسة وتأكد له أن هذا ليس هو الدين الحق، وكان متيقنا أن الخالق أنزل كتابا يهتدي به الناس والبشرية جمعاء في كل ما يحتاجونه في حياتهم. لذلك بدأ من جديد في رحلة أخرى للبحث عن هذا الكتاب. ودرست الإنجيل في الكنيسة تقريبا سنة، وكانت عندي أسئلة كثير على عيسى، على مريم، على الروح القدس، الخالق، من هو الخالق؟ والجواب يجي من القسيس كان يعني مخلط، كان ما يعرفون بالضبط. حاولت بكل طريقة أن أفهم العقيدة، هذا ما أستطيع. قبلتهم عارف أن الخالق واحد لا إله إلا هو، ملك كل شيء، قدر على كل شيء. وقرأت التوراة والإنجيل من بداية إلى النهاية، وسألت القسيس عند عقيدة الثلوث ولا يستطيع أن يجيبني بجواب يعني كافي. فكرت في نفسي، نزل كتاب على الإنسان، يوجد كتاب يعلم الإنسان كيف يعيش في الحياة، كيف يعيش سعيد، بس الكتاب ليس في يدي. فسألت الخالق الذي خلقني وخلق كل شيء، يا الله أعطيني الكتاب. وهذا كان بداية الرحلة. وكما علمت من أول يعني السفر كانت سبب أشياء طيب في حياتي كثير، فاخترت أن أقفل الباب البيت، أخذ معي شنطة ملابس، لا أدري أين الكتاب هذا، بس كنت متمكن أن الكتاب موجود. ما وجدته في المكتبة، لكن نمشي على الأرض. فكرت في نفسي أمشي على الأرض، وإن شاء الله يعني لما قبل أخلص من الفلوس اللي عندي سيوصل الكتاب في يدي. فجاء اتصال من أخي سريع من مرسيليا، قالوا لي أنا بسافر بسفينة مركب شراي إلى جنوب أمريكا. فأنا قلت له خلاص انتظرني أنا أجي معك. دورت العالم كله تقريبا في الأرض وما وجدتها الجواب اللي أريد. فسبب سفر بسفينة مع أخي كانت باب جديد وفرصة، ولعله يعني بهذا السبب الله عز وجل يجيبوني. بدأت رحلة برنارد في البحث عن الكتاب، ولكن أي كتاب؟ أين سيجده؟ هل من الممكن أن يجده في البحر على ظهر سفينة؟ وفي رحلته على ظهر السفينة عاش برنارد أصعب لحظات حياته المليئة بالخوف والرعب. انطلقنا إلى رحلتنا إلى البر، وسبحان الله يعني بالنسبة لي كانت أول رحلة في سفينة مركب شراي. بس ذكرت في نفسي أيام كنت في لوس أنجلوس قبل الرحلة هذا، أن هدف الرحلة في الحقيقة هو بعثا كتاب الحق، كتاب الذي أرسل الله سبحانه وتعالى إلى البشر لكي يعيش سعيد في الدنيا، وكيف يدخل الجنة. فيعني الرحلة في السفينة هذا كانت من الأسباب، وفي الحقيقة يعني كانت من أكبر الأسباب يعني وصلت إلى الكتاب، بس ما كان أدري قبل الرحلة هذا. فكنا في شهر أبريل تقريبا،
والجو في جنوب فرنسا يتغير بسرعة. اليوم خرجنا إلى البر كان الجو طيب، لكن بسرعة في خلال ساعتين يعني بدأت الأمواج يطلعون يعني 5 متر 6 متر، وصلت في نصف الليل إلى 10 متر، ونحن ما ندري أين نحن في وسط البحر في نصف الليل. أذكر سبحان الله العظيم يعني ما كان في ولا نقطة من النور، البحر كانت أسود والسماء أسود، وما عندنا يعني أي فهم ماذا نصنع. وسبحان الله العظيم يعني السفينة يعني السفينة ينقلب من الأمواج، يعني الأمواج كانت أكبر من السفينة سبحان الله العظيم. لكن كانت درس عجيب، بأن في هذا الوقت يعني عرفت عظمة الله عز وجل عليه وقدرة الله عز وجل عليه. لا نستطيع أن نسوي شيء، لا نستطيع أن نتحرك السفينة، لا نستطيع أن نوقف في مكان أمين. وكنت طلبت من الله عز وجل قبل أموت يأتيني كتاب الحق في اللحظة هذا، ما تخليني أموت وما أعرف الكتاب الحق. كنت متيقن في نفسي الكتاب موجود، بس إلى اليوم ما وجدت الكتاب. اليوم الثاني ولله الحمد يعني البحر نزلت شوية وقربنا من جزيرة مايوركا في وسط البحر الأبيض المتوسط. قربنا من جزيرة مايوركا، وسبب من أسباب السفينة وقفت تقريبا 500 متر من الجزيرة. دخلنا في شيء طرد البحر، والسفينة وقفت تماما، ما يتقدم ولا يتأخر، ما يستطيع يمشي الشمال ولا يمين. لا إله إلا الله، ولا ندري كيف نخرج من المشكلة هذا. وفي هذه اللحظات العصيبة المشوبة بالخوف والقلق بين أمواج هذا البحر العاتي، حيث الشعور الإنساني بالضعف والعجز أمام هذا الكون الكبير، حينها قابل برنارد أهم شخص في حياته، هو اسمه عبد الله. والشخص هذا يعني له أثر كبير على حياتي. بينما ركب في السفينة يقول: أنا رأيت عدد من السفينة يوقفون في مكان هذا وما ساعدت أحد، لكن اليوم الله أرسلنا إليكم، لما لا أدري. هذا كلام عبد الله. عبد الله كانت رجل يعني عالم في علوم البحر وعلوم السفينة. في خلال نص ساعة يعني رمت حبل قدام ووراء وبدأت يسب السفينة بدون قوة، فقط يعني بالحساب العبل طرد البحر. وفعلا يعني بعد نص ساعة خرج السفينة. بس طول الوقت هذا عبد الله كان يتكلم عن عظمة الله عز وجل ويبتسم، وكان يعني ولي رجل طيب، وتحس يعني مقتنع معه. وفي الليل يعني بدأ نتكلم عن يعني سفارنا هذا والخالق والأديان مختلف، وقالوا كلمة يعني أنا عارف هذا الشيء كلها من الكتاب الكبير، ودقت هذا في عقلي. بس كنت أخاف يعني أسأله يعني ما هو الكتاب الكبير. ويوميا نتناقش في يعني الخالق، الأديان والثقافة الأوروبية، الثقافة الشرق الأوسط، هذا. اليوم الثاني عبد الله قالوا لي: ما هي الكتاب الكبير؟ وما هو الكتاب الكبير؟ لا أدري عنه، بس قالوا هذا الحشيش الماسية والكتاب الكبير ما يمشوا مع بعض. فرمى الحشيش على البحر. بدأ 4 يوم عبد الله بدأ يصلي، بس ما كان عارف ايش وصلت هذا.
بس في السبع كان يبعث الأذان في الراديو، ولما عاد كان يصلي في سفينة، وهذا يعني عدد مرة في اليوم. هناك نقطة مهم جدا في طول الأيام هذا في الحوار مع عبد الله، وجدت شخصا يعني متواضع جدا، ولا يريد أن يلزم عليه شيء من أفكار ولا شيء يعرفه، بس هناك حوار مفتوح، نقاشات يعني طيب جدا، والاحترام يعني احترام وجدته عند الشخص هذا ما وجدته عند أي أحد قبل هذا. مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انحمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر، يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر. فسبحان الله العظيم، يعني كانت بعد المغرب تقريبا في الليل، بعد ودته أخذ الكتاب الكبير، وعبد الله يعني أعطاني الكتاب هذا، كان أعطاني كنز، يعني كان متردد شوية، خاف ممكن أن لم أحترم بالكتاب هذا، بس قالوا لي مرتين قبل أعطتني الكتاب: يا برنارد هذا الكتاب كبير. بعدين رجع عنده: يا برنارد هذا كتاب كبير. وأنا عرفت في نفسي أن هذا هو كتاب كبير، ما أنا سافرت آلاف من كيلومترات من أجل الكتاب هذا، ومازال ما فتت الكتاب. بعد شفته حست أن هذا هو جواب السفر وجواب الدعاء. في ثالث مرة أقول: يا برنارد هذا الكتاب كبير. وتاني هو أخذت الكتاب هذا بكل احترام. هذا كتاب الله عز وجل. وقبل فتاة الكتاب عرفت في نفسي أن أنا وصلت لنهاية الطريق وبداية حياة جديدة. بعد ما علمت من الدين الإسلام في خلال 5 أيام من عبد الله، كنت متيقن أن سيبدأ شيء جديد، بس مازال يعني في نفسي يعني نوع من الخوف ونوع من القلق. بس سبحان الله العظيم بدأت أن أقرأ سورة المائدة في الليل، نعم، وأنا جالس في سفينة وعبد الله أرى نوم، وأتاني الكتاب وأنا قرأت على نور السفينة، نور بسيطة جدا وما أستطيع أن أوقف. قرأت كان يعني الكتاب يتكلم عليه، كلمتني، لا أريد أن أتوقف، وفي نفس الوقت قلبي بدأ أن يغرغر وبدأ صدري أن يسرع، استطيع أن أتنفس زيادة، بدأ صدري أن يفتح، شيء عجيب سبحان الله العظيم. الخوف بدأ يمشي مني، والهم والغم اللي كانت في نفسي بدأ يطيع بعيد عني، ويعني طلع يعني الفرح المويه من البير من داخل قلبي، بدأ يطلع حتى وصلت إلى عيوني وبدأت أبكي. بكى ليست كان البكى يعني بكى من أول، بكى من الفرحة، بكى من السعادة، من السكينة، من الإيمان. وصلت يعني كان خلاص عرفت، يعني لما تطلب شيء من الله سبحانه وتعالى يأتيك هي، ماذا تفعل؟ والله سبحانه وتعالى بدون كثير من الناس بدون يطلبون شيء الله عز وجل أعطاهم
أتاهم الهداية، أتاهم الإسلام وما يعرفون عنه. يعني وأنا طلبت من الله عز وجل الكتاب كبير، كتاب أرسل الله عز وجل للبشر وما عرفت عنه، وأرسل لي الله عز وجل إلى وسط البر عند شرس مسلم يتكلم فرنسي معايا وما له كتاب في السفينة إلا كتاب الكبير. تصور هذا، وصورت نفسك في هذا حال، تعرف في نفسك أن الله سبحانه وتعالى أرسل لك لي شيء، لك مو فقط لك، في اللحظة هذا لك أنت. الله سبحانه وتعالى يكلمك أنت، وفعلا الله عز وجل كلمتني في اللحظة هذا، كلمتني. هذا أنت الكتاب أنت طلبته، هذا هو الكتاب، خذه اقرأ. وقرأته ودخل اليقين في قلبي. ففي اللحظة هذا عرفت أن أدخل الباب هذا، باب الإسلام. بس خفت في نفسي، هل أستطيع أن نلتزم بكل ما لابد أن نلتزم بها وأترك كل المسيرة اللي كنت فيها؟ رأيت نفسي ضعيف، لا أستطيع أن أترك هذا كله والتزم بهذا كله. من هنا شفت نفسي ضعيف جدا في هذا الوقت، فالليل لا أستطيع أن أنوم، أريد أن أسلم بس أخاف، أنا ضعيف. ففي سبعة قبل بدل طلع الشمس ما علي ذا اختيار، إما التزم بالدين هذا وأشكر الله عز وجل ما أتاني الكتاب، والشكر هو التزام بما أنزل في الكتاب. بس شفت نفسي ضعيف، ففكرت يا الله سبحانه وتعالى كما دعاني إلى مكان هذا في وقت هذا، رمت نفسي في البحر من أجل الكتاب، ودعين أرمي نفسي عليك من أجل الكتاب، وأنت تمسكوني وأنت تداني وأنت تقويني. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة، فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، فغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة، فإذا أنا والله لا أحد يعاكر صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة. الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة، الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، وانتهى نصبي قلبي بباب الرحمة، الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي، الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. أسلم برنار وغير اسمه إلى عبد السلام، فتحول من برنار الذي لا يعبد شيئا ولا يؤمن بالخالق إلى عبد السلام عبد الله،
عبد الخالق، عبد الواحد. لقد ولد من جديد، وتحولت حياته وتبدلت، وخلع رداء الخوف والقلق والظلمة على عتبة الإسلام، ودخل مطمئنا. قد أشرقت روحه، فأصبح يتنقل بين المساجد والمراكز الإسلامية، مستمتعا بالصلاة والسجود لله الواحد الأحد. لقد أبهره جمال هذا الدين والأخوة الإسلامية وعمق الرابطة بين المسلمين، واستمتع بلحظة أول سجود له وأول رمضان يمر عليه. أصبح داعيا إلى الله، ويحكي لكل مسلم أن أكثر ما أثر فيه أخلاق صديقه عبد الله التي قادته إلى التعرف على الإسلام. فأول مرة دخلت المسجد كان صلاة المغرب، وكل الإخوان كانوا جالسين ينتظرون الأذان. أذن المؤذن وقاموا الناس في الصف، ومباشرة الإمام قام الصلاة، وأنا كنت في الصف الأول ولا أدري ماذا أفعل بالضبط، لكن كنت أنظر يمين يسار يعني، وأنظر ماذا يفعلون الناس. وقدم الإمام وبدأ يقرأ، قالوا الله أكبر، وشفت يمين يسار سويت مثل الناس، والحمد لله يعني عشت يعني قوة عجيبة من الصف هذا والأخوة، التقارب من المسلمين كإحنا جدار حقيقة. وبدأ الإمام يقرأ ومشيت مع المسلمين، وجاء أول سجود في آياتي نظامي بصلاة يعني حقيقة. سجدت لله أول مرة، وسبحان الله العظيم يعني كأن قدام الخالق الواحد. نسيت كل شيء، وحست يعني شيء في بدني، في قلبي وفي عقلي لا أستطيع أن أترجمه بأي كلمة باللغة العربية، ما أملك اللغة العربية يعني بجد. لكن يعني كان شيء على الدرجات يعني أثرت عليه. بعد ما خلصت من الصلاة ورجعت إلى البيت، يعني الطعم هذا كنت أريد زيادة منه. فيعني زي ما قلت لكم يعني ما كان أدري الصلاة نظامي، ما تعلمت إلى اليوم هذا. بس أول نصلي مثل صليت في المسجد مع الإمام، وما كنت أدري أين القبلة، بس صليت وسجدت، وكانت أريد نفس اللحظة هذا يعني السعادة والسكينة وجدته في السجود، ما وجدته. فيعني الشيء كنت أريد هذا أرجع إلى المسجد اليوم الثاني. فهدف مشي للمسجد كان شيء يعني من اليوم الثاني كان شيء مهم جدا، أن أمشي المسجد أن أصلي مع الإخوان. فيوم الثاني رجعت إلى المسجد، مشيت إلى المسجد، والمشي للمسجد كانت يعني من أجمل المشي في حياتي. المشي للمسجد عشان نصلي مع المسلمين شيء عجيب. كنت أريد أن الدق هذا من السجود. شهر رمضان في أمريكا هو الحياة الاجتماعي والأخوة بين المسلمين. هنا كانت نتقرب بيننا بشكل عجيب، يعني كلنا نجيب شيء في الإفطار في المسجد، وجاء ناس من بعيد عشان ما الناس ما يفطرون لحال في بيوتهم. الإفطار كانت في المسجد، وفي المسجد كنا يعني 300 و400 نفطر مع بعض. ترى هذا كل الإخوان من الغرب يأتون هنا يعرفون أنه الأخوة ممكن أكثر بين المسلمين في بلد الغرب، بأن ما عندك أحد، الناس تحبهم، تبغى تشوفهم هم في المسجد. المسجد يعني مركز الحياة المسلم كلها في الغرب. هناك يختلف، ممكن عندك يعني زيادة من تدوق الإبادة، نوع من الإبادة هناك أكثر، بس نوع من الأخوة والخدمة بين الإخوان وزيارة الإخوان هذا أكثر
في الغرب، بأن يعني أنت تعيش يعني غريب بين ناس ما يحبونك وما يبغون شيء منك في الحقيقة. المعاملة المسلمين بينهم والمعاملة المسلمين لغير مسلمين هذا يأثر كثير. يعني هذا أحسن طريق تجيب واحد إلى الإسلام، المعاملة الطيب. وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الدين المعاملة. في الحقيقة يعني ما في إنسان ولا حيوان إذا تعامل معه بالرحمة ما يجيب يستجيب. لمن ما عنده عائلة مثلا يعني نتركه يفطر لحال؟ لا، يعني يوميا افطار اجتماعي في المسجد ونفطر مع بعض يعني نتسوالف مع بعض ونتعلم مع بعض ونصلي التراويح، نجلس يعني تقريبا 3-4 ساعات في المسجد يوميا. يقف عبد السلام اليوم بين زمانين كشاهد على حياته، تمر رحلة البحث عن الخالق كشريط ذكريات يرويها بالدموع الممزوجة بفرح العودة إلى الله، يشعر فيها بنعمة الله عليه. اليوم يتذكر عبد السلام في كل لحظة من لحظات حياته الجديدة كل المشاق التي مر بها في بحثه عن الدين الحق، فلا يملك إلا الشكر لله على توفيقه وامتنانه. ثم يتذكر صديقه عبد الله الذي كان سببا في هدايته وإيمانه. سبحان الله العجيب في العمر هذا، أنا بين 6 مليارات من الناس الله عز وجل اختارني أن أكون مسلما، وإلى اليوم لا أدري لما هذا. أنا ما قدمت شيء وما طلبت شيء. كثير من الناس يريدون السعادة ويريدون الهداية، لكن على يد من يشاء وليست اختياري، بس هذا رحمة الله عليه. بس كثير من الناس ما يفكروا في هذا، والمسلمين ما يفكروا في هذا، أنهم مسلمون بس ما يعرفون أن هذا رحمة من الله عز وجل، وهذا رحمة عارفوا قيمة الله عز وجل. أرحمني بهداية الإسلام. وأحيانا يعني أرى أن لا أستطيع أن أحمل هذا، لكن سبحان الله العظيم يعني أنا سعيد اليوم، سعيد جدا، لأن أعرف الطريق إلى السعادة، أعرف الطريق إلى الجنة، أعرف أن ما في طريق إلى هذا الطريق. ولا أول شيء لما دخلت في الإسلام فكرت ماذا أستطيع أن أقدم شكرا لله عز وجل بنعمة هذا، وإني لست عالما ولا إمام ولا أستطيع أقوم أمام الناس أن أتكلم في هذا، بس عايز أن أريد أن أشكر الله عز وجل بكل ما عندي، بأن هو الذي هدانا لهذا الحق والسعادة والطمأنينة. فأرجوك من كل الإخوان والأخوات يفكر في الموضوع هذا، لأن الإسلام نعمة كبيرة، أن لابد من الشكر. ولا الشكر هذا ممكن يكون بالابتسام ويكون بالحسن المعاملة، وهذا من أهم الأشياء يعني نستطيع نحن مسلمين أن نتقدم للآخرين. ماذا قال الله عز وجل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما في إنسان ما يحتاج رحمة في آيته. وأحسن وسيلة نوصل رسالة عند الإسلام والدين الحق هو نحم الناس مسلمين وغير مسلمين، فكن رحماء بين الناس في بيتكم مع جيرانكم، في العمل مع الموظفين مع السواقين. هذا الرسالة كل إنسان يستطيع أن يرسل. الابتسام، حسن المعاملة. في أحد لا يفهم اللغة هذا؟ ممكن كثير من الناس ما يفهمون. لو تتكلم من الكتاب والحديث
لا يفهمون، ما كل الناس يفهمون الابتسام والرحمة والحسن المعاملة، هذا لا يحتاج ترجمة بأي لغة. العمل طيب والحسن المعاملة هذا الخير، وهذا رسالة الإسلام حقيقة. وهكذا تنتهي هذه القصة العجيبة الغريبة، شاهدة على عظمة هذا الدين، وإلى قصة جديدة ورحلة أخرى من الظلمات إلى النور. وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.